لا تعرف دون شك. يلعب على يمين السادة المشاهدين، ركلة ركنية يبدو على يعني، لكن بالغيابات الموجودة في تشكيلة المكبر اضطر الكابتن الكبير دائما الجنرال سمير عيسى لإشراك هذه الأسماء بوكرش. أما المكبر فالتعاقدات اللي ذكرناها اليوم تختلف عن التعاقدات الكلية، لأن الفريق أيضا تعاقد مع النجم عارف الحاج القادم من نادي الصريح الأردني، بالتالي 4-5 أسماء وازنة. رفع به رصيده من النقاط إلى 26 نقطة، هدف مقابل لا شيء، 3 نقاط جديدة. قادم من انتصار مدون على فريق الهلال في ديربي العاصمة الأبدية القدس بهدفين مقابل لا شيء. مباراة كبيرة جدا في القنبر. الكرة للأمام الآن، مبعدة من لاعبي فريق الظاهرية. نعود لأرضية الميدان، لعبة عالية ناحية مالك يحاول، ولكن نعيم يخرج في اللعبة الماضية ويخرجها إلى ركلة ركنية بالنهاية من نصيب جبل المكبر. حتى الآن مباراة من غير فرص في أرضية الميدان، من غير فرص على أرضية. على نهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة، انتصار للإسلامي. هذه محاولة انطلاقة في أقصى اليمين. سلسلة التساؤلات والاستفهامات وكذلك الأجوبة من هنا وهناك على فريق البيري ومستقبل الفريق في الجولات المقبلة في الدوري ما بين الفريقين لمصلحة بلاطة. عبد اللطيف البهداري من عام 1984، بينما في اكتوبر ولد اللي هو اسماعيل العمور، بينهم 8 شهور اللي هم اسماعيل وعبد اللطيف البهداري. كبير بلاطه لا بالعكس، يعني كانت فاتحه الملعب شوي، بتحاول تسجل اهداف. حتى البهداري تقدم في كرات عديده. ابو قبيطه بالهجمه المرتده، لكن هيثم يعيدها لفادي. فادي قطميش، الهجمه البلاطيه الاخيره كانت خطيره، والان الانطلاقه الاماميه. قطاوي والكره الى رميه جانبيه احد بلاطه. معنى ذلك ان بلاطه سجلت في مرمى البيري 14 هدف في اخر 5 لقاءات في الوحيد، وتكفل بمصدر خطوره المكبر في هذه المباراه. مره اخرى يزعج دفاع فريق البيري، يتوغل في صندوق الجزاء ويحاول يكمل فرصه، لكن كان معاه مالك باسم. يلعب مع معاذ سماحه، ضغط عليه شاب، يرجع لمالك. للدسوقي اللي ابعدها يعني عن مرمى البيرة، وكانما ولم يلعبها في المرمى بينما كان قريبا من التسجيل. كرة علقم طويله باتجاه شاب دائما وابدا. المحطه الهجوميه، يسلم بالظهر على طول لبلال، في اليمين محمد ابو خميس. ممتاز مدافع فريق البيري مالك باس. لمصلحة فريق البيري، ركنية جمال عن طريق محمد فراج، وفراج كرته يعني صنعها لتسوقي، وتسوقي تصدى لكرته. براء